خوتاتي السلام عليكم. هذه هي الطريقة اللي كندوي معكم عليها، غادي ندويها لكم ان شاء الله، نشاركها معكم باش اي واحد يقد يدير هذا الخير ديال ربي في محله، بلا ما يبقاو الناس ديال السوق ديما يشمتوا فينا وديما كيشمتوا وعيب عليهم. انا شوف اخويا، شوف اختي، كندوي مع الخواتات وحتى بعض الرجال تبارك الله عليهم. شوف اخويا، اللي عجبك ديال الزيتون 10 كيلو 20 كيلو اللي بغيتي، واللي عزيز عليه الزيتون خاصو 20 كيلو بحال انا مسطي على الزيتون، وحتى 30 كيلو ما غاتحيد تندم عليها. علاش اخويا؟ ما تاخذ درب عندك من الشهر. انا جيت هنا درت غير تجربه، حيت ديما كنخمم هاد الناس ديال الزيتون الله يهديهم ما فهمتش غادي ارخص واحد اللي كيطلع رخيص هو هذا الكحل. جبت هنايا تقريبا 8 كيلو ديال الزيتون. هذه غسلتها مزيان، ولكن تكون كلها كحله، كلها كحله حبه حبه. غسلتها شمشتها مزيان حتى تيقن منها على خير، ودرتها في هذه الخنشه. الخنشه هذه بلا هادشي، بلا بشوج، بلا الزواق، بارك علينا من الزواق والتخربيق. هذه خنشه ديال الطحين ديال 25 كيلو ديال الطحين ديالي على حسب داكشي اللي عندي ديال الزيتون. نقصنا قطعت منها درت فيها الزيت، اجرت كبيت عليه الملح ساهل، كبيت عليه الملح مزيان، داكشي اللي غادي يكفي ديال الملح، وانا غندير لها بحال هكا. ولكن ملي غندير هاد القضيه هادي كنت كنفكر فين غنحطو، بحيث هادشي هذا فيه واحد الماده اللي كتسمى مرجان كتخرج منه، فين غنحطو، كي غندير ليه. بديت كنبلاني، بديت كنفكر، ماشي سهله. انا دابا عطيتكم الطريقه سهله، ولكن باش تفكر باش تخرج النتيجه صعيبه شويه. بديت كنفكر دابا ملي كيكون عندنا الزيتون في البلاد كنرخدوها، الناس عندهم اتساع كيحطوه في الارض، في الارض، شي حاجه في الارض فوق حجرات، وكيديروا في خنشه بحال هكا وكيتقلب حجر صافي، كيبقى داك المرجان كيمشي بحاله. نوبه كيطلعوا عليه كيزيدوا ملح، كيطلعوا عليه كيزيدوا ملح صافي، حتى الريحه كتبدل، كتحس بالريحه ديال الزيتون مرقد شويه، كتحس بديك الريحه رجعات في داك الزيتون. سبحان الله العظيم، انتم غتجربوا غتلقاو الريحه ديال المعصره، يعني الريحه ديال الزيتون الحقيقي اللي غتلقاو. بديت كنفكر اش ندرت، قلت انا غادي نجيب بانيو، بانيو هذا على حسب الزيتون هو هكذا، غادي نقلب على حجرات يكونوا فيهم تقريبا واحد العلو ديال 10 سنتيم 15 سنتيم في العلو، حيت على حسب الزيتون. بديت كنفكر ولكن عندي هاد الحديده هي تقريبا ثاني 10 سنتيم، وغادي ندير هاد الشبكه فوق منه. علاش؟ باش هاد الخنشه هادي غنديرها بحال هكا. اش قلت عاوتاني؟ قلت غادي نجيب يا جورات ثقال او يا جوره وحده على حسب الزيتون، ديما كنقول لك على حسب الزيتون، غادي نحطهم هنا. بديت كنفكر ما كاينلاش، عندي الطارو ديال الزيتون عامر بالزيتون، فيه تقريبا واحد 15 كيلو ديال الزيتون، هو اللي غادي نحط هنا، يعني شي فوق شي ولا في الضيق، وحطيتو في البلاكار صافي، حطيتو في البلاكار والطارو فوق منه. كنغيب عليه 10 ايام 15 يوم، كنجبدو بحال هكا، كنحيد الطارو، كنحيد الطارو وكنحيد هذا وكنحيد هادي وكنلقاو المرجان، ديك الماده اللي كتسمى مرجان خرجت، وكنخويه وكنشلل هاد الشيء هذا وكنرد المسائل بحال هكا. خوتي شوف ساهل، كنرد هاد الشيء بحال هكا وكنحط عليه الطارو، ولكن ما تنساوش فيه الملح عاوتاني، وكنقلبوه وكنحط عليه عاوتاني الطارو مده 10 ايام. المهم هذا 20 يوم، 20 يوم ها هو وجد. هانتو ها وجد 20 يوم. ها حتى اضطروا نوريكم ان شاء الله. هانتم صافي، هذه الطريقه ديال الزيتون غناكلو. ما تبقاوش تشمتوا، ديروا الزيتون في ديوركم، وقت الزيتون حتى اللي عنده الزيتون دابا في
في البلاد وقريب، واللي كان اللي عنده اللي يجيب ليه الزيتون بلا خويا يجيب لك واحد 20 30 كيلو ديال الزيتون كحل، وديرها بالطريقه هذه وتفكرني ورحم لي والديا. وشكرا وتبارك الله عليكم. ديروا كما درت ان شاء الله. باقي كنفكر في واحد الحاجه غادي نشاركها معكم باذن الله، هي ديال الخليع. الخليع الفاسي الحقيقي، خلينا من الخليع ديال الدجاج ديال الحوت ديال التخربيق. الخليع الفاسي الحقيقي اللي في مدينه فاس شحال هذا، ماشي دابا، الخليع ديال شحال هذا. ولكن كاين بعض الناس هذوك الناس الكبار اللي باقيين محتفظين على الخليع، لكن فين غتلقاهم؟ الخليع الحقيقي غنشاركو معكم ان شاء الله باذن الله، ولكن ماشي غادي نقول لكم غدا والغدا، لا، تبعوني فغتشوفوا ان شاء الله. اي حاجه ديال الدار اللي غترقد ان شاء الله غنشاركها معكم، والله يعاونكم.